السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض حالة كده سريعة وسهلة جدا وموفرة، وهي البطاطا بالبشاميل، من أحلى الحلويات اللي ممكن تاكليها خصوصا في فصل الشتاء. جبنا بطاطا وقشرناها وقطعناها قطع زي ما انتوا شايفين كده، وحطيناها في حلة وشغلنا عليها النار، ورشيت عليها نص كوباية من السكر. دول حوالي كيلو الا ربع من البطاطا، بس انا ما خدتهمش كلهم بصراحة، عملت بيهم وصفة تانية. حطيت نص كوباية من السكر وشوية مية صغيرين جدا، بق مية زي ما بيقولوا، علشان طبعا البطاطا ما تلزقش. وهعلي عليها النار اول دقيقتين كده، وبعد كده هنوطي عليها النار لغاية ما تستوي وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد ما تستوي هنحط عليها معلقة من الزبدة، معلقة كبيرة من الزبدة او من السمنة البلدي، اي نوع سمنة عندك او اي زبدة صفرة اي حاجة. وهي سخنة كده هنهرسها ومعاها الزبدة علشان الزبدة تسيح فيها او السمنة. مش هتاخد يعني بالمعلقة كده، مش عايزة اي حاجة تتهرس بيها غير المعلقة، سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة. بعد كده جبنا معلقة كبيرة من الزبدة زي ما انتوا شايفين في كزرولة او في حلة صغيرة على قد بقى الكمية اللي انت هتعمليها. وحطيت معلقتين ممسوحين كده من الدقيق، مش مليانين قوي، كبار يعني، معلقتين كبار ممسوحين. وهنبدأ بقى نقلب بيهم كده لغاية ما يبقوا بالشكل ده. لازم الزبدة تبقى اكتر من الدقيق كده، يعني تبقى كريمية وانتي بتقلبيها لغاية كده ما تتحمر شوية، مش تتحمر في اللون، يعني تستوي كده مع بعض كده. لازم الدقيق يستوي. بعد كده هننزل باللبن عليهم. انا مش عاملة كمية البطاطا كلها، خدت نصها تقريبا، فهعمل يعني شوية لبن صغيرين او شوية بشاميل صغيرين على قد الكمية اللي هعملها. لو انت هتعملي صينية كبيرة، هتعملي مثلا على نص كيلو لبن مثلا، هتحطي عليهم 3 معالق دقيق. انا عامله اقل، يعني عامله طاجن صغير. بعد كده حطيت معاهم سكر بقى، طبعا هتدوقي السكر على حسب الطعم، هتزوديه او هتنقصيه. ده البشاميل الحلو اللي بنقول عليه او المهلبيه، اللي هنحطها فوق البطاطا. وهنقعد بقى نقلب نقلب، يعني ما نسكتش خالص، لازم نقعد نقلب علشان طبعا الدقيق ما يكلكعش لغايه ما تتقل معانا، وهي كده كده مش هتاخد وقت. وطبعا هو لونه اصفر علشان الزبده صفرا. بعد كده جبنا الطاجن وحطينا عليه البطاطا المهروسه، وهنفردها كده ونسويها بشكل حلو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هننزل عليها بالبشاميل او المهلبيه، يعتبر بشاميل مش مهلبيه يعني، بالبشاميل اللي انا عاملاه زي ما انتوا شايفين بقى شكله كده. هقول لكم تاني ان هو اللون ده طبعا مش ابيض زي البشاميل التاني بتاع المكرونه، علشان طبعا عليه سكر، وفي نفس الوقت في زبده صفرة فمصفره اللون بتاعه. وهنحطها بقى على الشوايه. انا مش كنت مشغله بصراحه فوق وتحت عشان فرن صغير، انت هتحطيها على الشوايه بس لو فرن عادي يعني. وهنا هتكون خلصت معانا البطاطا بالبشاميل، من احلى الحلويات. انا بجد بحبها جدا وبموت فيها جدا، طول الشتاء لازم اعملها. وعلى فكرة انا بحبها سخنة، هي يعني ناس كتير بتحبها ساقعة لما بتسقع، بس انا بموت فيها وهي سخنة. بس تخلي بالكوا عشان ما تتلسعوش. جربوها هتعجبكم، للي طبعا ما جربوهاش قبل كده. وطبعا لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق، كله بيبسطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.